السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي. كنتمنى يا ربي الفيديوهات اللي كنقدم لكم يكونوا كيعجبوكم وتكونوا كتستافدوا منهم. وكما كنقول لكم ديما، كنبغي نشكركم بزاف على البارطاج ديالكم للقناة ديالي. هكذا ديما كنحس بان القناة ديالي ديما كيتزادوا فيها بعض الاشخاص، واخا كيكونوا قلال المهم كيكونوا حقيقيين وكتبقى المشاهدة واخا قليله كتعجبني الحال. المهم كنقدم شي محتوى اللي هو زوين واللي هو كيستافدوا منه البنات اللي يلاه بادين الحياه، اولا حتى العيالات اللي مزوجين وما عندهمش مع الكوزينه. هكذا كنحاول نقدم لكم وصفات بسيطه وسهله وناجحه ان شاء الله من اول تجربه، والمذاق يكون بنين وكتكون شي حاجه مغايره. اليوم بغيت نحضر واحد الطبق ديال السرديل اللي كيعجبني صراحه وكيعجب الافراد ديال العائله ديالي، وهكا شاركته معكم راه شي جوج مرات في القناه ومازال كيسولوني عليه الناس، واليوم عاوتاني بغيت نحضرو قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. اول حاجه خديت هنا كيلو ديال السرديل، ما شاركتش معكم الطريقه ديال التنقيه، ان شاء الله مره اخرى نشاركها معكم. خديت السرديل هنايا نقيته مزيان، كنشدو انا كنحيد ليه هاد القشره الفوقانيه هانتوما، حتى كنحصل على هاد الشرائح بحال هكا هانتوما. كنقيه مزيان وكنحيد ليه ديك القشره الفوقانيه اللي كتكون بيضه هكا. صافي ملي كنقي السرديل وكنحيد ليه هاد القشره هادي، غادي ندوز هنايا لهاد الطحانه اليدويه. اهم حاجه انا كندير هاد الطحانه هادي ديال لاماكو، وانتم انا كنحتاج هاد الطحانه هادي اليدويه. صراحه بزاف ديال الناس اللي كيطحنوا السرديل في الهشوار، انا صراحه ما كنصحكمش ديال الهشوار، كيجي بحال كتجي الكفته ديالو ميهه وما كتجيش زوينه. بالعكس ديال هادي ديال الطحانه القديمه ديال اليد، هادي كتجي زوينه وكتخرج لنا واحد الكفته اللي هي زعما كتجي حتى بنينه، ماشي بحال ديك الكفته اللي كطحن في الهشوار. صافي دابا غادي ندوز نطحن السرديل ونرجع لكم نكمل معكم الطريقه. خليكم معايا ما تمشوا فين. ولا وصلتي حتى هنا اختي كنتمنى تدعميني بواحد اللايك، واللي مازال ما تابوناش في القناه تابونا ان شاء الله، باش هكذا بالفضل ديال الله والفضل ديالكم تزيد القناه ديالتي تكبر. علاش لا. صافي ها هي الكفته بعد ما طحنتها كما قلت لكم، كنطحنها في الطحانه اليدويه، كتجي صراحه زوينه بحال هكذا، كتجي هكا شاده راسها. بالعكس الا طحنتوها في الهشوار كتجي دايره بحال كتجي ميهه وما كتجيش زوينه الصراحه. صافي دابا طحنت الكفته، غادي ندوز نحضر معكم شنو غندير في هاد الكفته هادي. صافي دابا دزت هنايا شويه ديال القزبره المعدنوس لهاد الكفته هادي، وهنايا خديت واحد البطاطا، واحد كورجيطه صغيره، واحد الخيزويه صغيره، والفلفله حمراء. غندوز دابا لهاد الحكاكه هادي، في هاد الحكاكه هنايا رقيقه غادي نحك خيزويه وكورجيطه وبطاطا، غادي نحكهم ونرجع لكم. صافي دابا شديت كما قلت لكم خيزو حكيته في الحكاكه الرقيقه، كورجيطه، بطيطه، وشديت هنا الفلفله حمراء قطعتها هي مربعات صغار، ما كنحكوهاش حيت الا حكيناها كطلق لينا غير داك الماء، داكشي باش خليتها صينه بحال هكا قطعتها مربعات صغيورين، قد ما كانوا صغيورين كيكونوا احسن. وخديت هنا واحد 3 دروس ديال الثومه. صافي دابا غادي ندوز هذا الخليط كامل غادي نضيفو على هاد الكفته هذه اللي عندي. صافي دابا درت هنايا كما قلت لكم ديك الحشوه ديال الخضره، ضفتها انا على الكفته ديال السرديل، وزدت ليها واحد 2 معالق ديال الكفته، عفوا واحد 2 معالق ديال الشحمه. انا كناخذ الشحمه اللي كندير بها خبز، الشحمه ديال البكري اولا ديال الغمي، كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا كناخذها كما قلت لكم، كنحكها كنطحنها في العشوه وكنديرها في المجمد، وقت ما احتاجيتها كنلقاها كنضيف لها واحد 2 معالق، صراحه كيعطوها واحد التعليكه واحد البنه لهاد الكفته زوينه. وضفت هنايا شويه ديال التحميره وشويه ديال البزار وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال الحرقوم وشويه ديال الكمون والملحه. التوابل اللي كنديروا في الحوت راه باينين، التحميره، الحرقوم، السكنجبير، الكمون، البزار والملحه. واهم حاجه هي الاضافه هذه اللي قلت لكم هنايا ديال 2 معالق ديال الشحمه. صافي دابا غادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الزيت الروميه، وغنخلط دابا هاد الكفته مزيان مع هاد الخضره ومع هاد الشحمه ومع هاد العطريه مزيان حتى تنسجم لينا مزيان ونرجع لكم. وهي الكفته بعد ما خلطتها مزيان باش كتنسجم فيها هذيك العطريه وديك الخضره هكا. بالنسبه لوليداتكم اللي ما كيحملوش لكم الخضره، كنصحكم تجربوا هذه الكفته ديال السرديل بهذه الطريقه هذه، والله العظيم الا كتجي بنينه وحتى الوليدات كتعجبهم وما كتبانش نهائيا فيها ديك الخضره هذيك اللي دخلنا فيها. دابا غادي نحطوا هذه الكفته جانبا وغادي ندوزو
نديروا المرحله الثانيه اللي غنحتاجوا مع هذا الطبق هذا. خليكم معايا ما تمشوا فين. كنتمنى كما قلت لكم تجربوا هذه الوصفه، وانا اكيده بانها غتعجبكم. كتجي كفته بطريقه جديده ومغايره، وهكا كندخلوا فيها الخضر وكندخلوا فيها هذيك الشحيمه اللي كتعطي هذيك التعليكه زوينه. وان شاء الله يا ربي غادي يعجبكم هذا الطبق، انا متاكده. كنتمنى الا جربتوه تدخلوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم. دابا كما قلت لكم غادي ندوزو للمرحله الثانيه. كما قلت لكم بعد ما قديت هنايا الكفته وخليتها جانبا، نزت هنايا خديت واحد جوج بصلات. صراحه انا كنفضل البصله البيضاء. البصله البيضاء كتجي رائعه بزاف بزاف في هذه الوصفه، ولكن الحكم ان البصله البيضاء ما كايناش وهذه ماشي وقتها. وصراحه قلبت عليها والسيد الخضر اللي كنتقدى عنده قال لي راه ما كايناش، حتى في المارشي راه ما كايناش، قليله قال لي وما غاديش تلقايها. صافي داكشي علاش كما كنقول لكم ديما ماشي ضروري كيكون كلشي ضروري كنعوضوا شي حاجه بشي حاجه. الاهم اننا نحرصوا على طريقه تجي زوينه. داكشي باش خديت انا البصله الحمراء. ولكن الا كان الموسم ديال البصله البيضاء كنصحكم تجربوا هذا الطبق هذا بالبصله البيضاء وردوا عليا الخبر كيفاش غادي يجيكم. صراحه البصله البيضاء كتجي زوينه وكتلقى واحد الحلاوه، كتجي واحد التعسيله، وفي نفس الوقت كتجي واحد الحلاوه وكتعطي واحد البنه لهذا الطبق هذا. ولكن معنا ما نديرو ما لقيناهاش، داكشي باش غنديرو البصله الحمراء. بالنسبه للبصله الحمراء خديتها هنايا، خديت جوج بصلات اللي قشرتهم ونقيتهم وقطعتهم هلاليا بحال هذا الشكل هذا، وضفت ليهم واحد تقريبا 3 المعالق ديال الزيت الروميه. غادي نضيفهم دابا يتشحروا مزيان، ندير لهم الملحه، ودرت هنايا البزار ونخليهم حتى يتعسلوا مزيان مزيان فوق البوطه ونرجع معكم. دابا هذه هي المرحله الثانيه اللي قلت لكم. غادي ناخذ هذه البصله غادي نشعل عليها ونخليها حتى تشحر مزيان مزيان وتعسل لينا هذه البصله طيب، ونرجع لكم ان شاء الله. صافي هانتوما اللي كتعسل لنا البصله بحال هكا، كنطفي عليها وجيت هنا خديت المول اللي غادي ندخلو للفران دهنته بالزيت. صافي غادي ناخذ دابا البصله غادي نديرها في هذا المول هذا كما قلت لكم. دابا غادي ناخذ هنايا الكفته، انا درتها شحال من مره على شكل صبيعات، دابا غنديرها على شكل كويرات بحال هكا، وغادي نبقى نستف هنايا في هذا المول هذا فوق البصله. غنبقى نستف هذه الكفته هذه. وعلاش قلت لكم قبيله ضروري ديروها في الطحانه اليدويه. صراحه الطحانه اليدويه كتخلي الكفته بحال هكا عاقده، بالعكس ديال الطحانه ديال الكهربائيه اولا الهشوار كتجيبها مية ما كتعطيكمش هاد الكويرات هادو مقادين. صافي غادي نبقى هكا نحاول نديرو نفس الحجم ونبقى بهاد الطريقه هادي حتى نكمل الطبق اللي عندنا ونرجع لكم. خليكم معايا ما تمشيو فين. وها هو الطبق ديالنا بعد ما كملتو كيف ما شفتوا كيجي على هذا الشكل هذا. زوقته هنايا بواحد الفلفله غادي ندخلها طيب شويه وغادي نحيدها. وملي يطيب هذا الطبق هذا نشارك معكم الطريقه ديال التقديم ديالو. كنتمنى الطبق ديالي ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم كيجي واحد الطبق ديال الكفته السردين بطريقه مختلفه، كفته بالخضره والبصله معسله. صراحه كتجي بنينه بنينه، وديك الشحمه اللي قلت لكم كتعطيها واحد اللذه، زائد الفلفله الحلوه اللي كنعرفوا المذاق اللي كتطلق شحال زوين، زائد البصله معسله، كيجي صراحه واحد الطبق زوين. دابا غادي ندخلو ان شاء الله، غادي نشعل الفران وغادي ندخلو يطيب في الفرن. ملي يطيب ان شاء الله نرجع معكم. وهو الطبق بعد ما خرجته من الفران جا على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما شفتوا كيجي محمر. ناخذ لكم واحد الكفيته وكتجي هذه البصله هذه معسله من تحت منه. زوقته هكا بشويه ديال الزيتون ديال الحرور وشويه ديال الحامض وفلفله حاره، ورافقته هنايا بالعصير ديال الخيار كيجي صراحه زوين. وكان الطبق ديالنا هو هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوه وتدخلوا لي في التعاليق كيفاش جاكم. كما قلت لكم غيبقى طبق مختلف كندخلو في هاد الكفته ديال السردين الخضراء باش هكذا حتى الوليدات كياكلوا طبق متكامل. الكفته ديال السردين كنعرفوا الفوائد ديالها قداش، زيدي عليها هذيك الخضره اللي ضفنا ليها كيجي واحد الطبق اللي هو زوين. وهكذا وليداتنا كياكلوا الخضره، حيت بزاف ديال الوليدات ما كتعجبهمش الخضره. هكا كتجي ما بيناش وكتجي طيبه بطريقه صحيه، والمذاق حتى هو كيكون لذيذ. وكنتمنى الفيديو ديالي اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بواحد اللايك، واللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا ان شاء الله، باش هكذا بالفضل ديالكم والفضل ديال الله تزيد القناه ديالتي تكبر على شله. وبارطاجيو القناه ديالتي مع احبابكم وصحابكم. الى فيديو جاي ان شاء الله.
الى اللقاء.